المهندس محمود شوشة الاستشاري مسجد النور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور استاذ ابراهيم. الله يخليك يا فندم. ربنا يكثر من امثالك، الناس الشرفاء اللي في البلد دي وبيحافظوا عليها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. ان الاحداث اللي تمت في مسجد النور دي، انا اللي باني مسجد النور من 77 لغايه 86. أيوة. وبعد كده الجمعيه الحكومه هي اللي كملت مسجد النور وسطبته. حضرتك في اثناء الفتره الاولانيه كان بيرتدوا الناس اللي خرجت وقتلت انور السادات من جماعه الجهاد، كانوا بيرتدوا هذا المسجد على عينيا انا واعرفهم بالاسم، وحافظ سلامه كان معاهم. الان نفس السيناريو بيتكرر لقلب البلد بالسلاح، بالتدبيرات اللي بيعملوها. الناس دي لا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. الناس دي للاسف الشديد بيشتغلوا مع الماسونيه العالميه وليسوا بمسلمين. ده حافظ سلامه ده كل منهجه في الحياه العنف. انا ملاصق ليه 35 سنه، 35 سنه لا يؤمنوا بالله. اقسم بالله العظيم الناس دي بتعمل ضد البلد، ضد مصلحه مصر. للاسف الشديد حضرتك هذا الشعب متدين بطبعه، يميل الى اي انسان ملتحي. قل لي حضرتك ايه اللي تم من ساعه ما رجعوا الاخوان المسلمين مجلس الشعب؟ لا شيء يذكر. بل للاسف التفاهات اللي العالم كله بيتكلم عليها ان ده اللي ناقص مصر. هم قله ولكن قله متحده. للاسف الشديد ده انا بعيب على الشعب المصري. الشعب المصري لازم يحافظ على بلده من دول. حضرتك عايز تشوف قلوب الناس دي فيها ايه؟ اتفرج حضرتك وهم بيفرقوا على الفقراء والغلابه والايتام. الفلوس اللي الناس بتديها لهم بيذلوهم. انت حضرتك اصلا في الجماعه السلفيه والحاجات ديت يا باشمهندس؟ لا يا فندم، انا مهندس. انا عارف انت المهندس الشاري بتاع هذا المسجد. للاسف الشديد ضمني هذا الرجل الى جمعيه الهدايه الاسلاميه. بعد 30 سنه فوجئت ان انا منضم للجمعيه. قلت له انا كوني انضم للجمعيه بعد 30 سنه انا اسف ومنسحب وانسحبت. انا لست ليا تنظيم، انا مواطن مصري بيخاف على البلد دي يا استاذ ابراهيم. يعني انت حضرتك انسحبت من الجمعيه احتجاجا على التصرفات يعني؟ ايوه يا فندم. وانا استنى يا استاذ ابراهيم، حضرتك قلت حضرتك انسحبت من الجمعيه يعني كرد فعل للاحداث اللي بتدور ديت. ايوه يا فندم، انا منسحب نهائي. وللاسف الشديد بالنسبه للاخ حازم ابو اسماعيل، الاخ حازم ابو اسماعيل ما دفعش الدين بتاع والده. انا كنت ببني لوالده معاه دينيه ومسجد، ومات ابوه وعليه دين ليا. قال لي جمله ما زلت اتذكرها ومعايا ورق بهذا الكلام. قال لي ده حق ميت. حق ميت اللي عايز يملك مصر الان، عايز يملك مصر الان والا يحولها لنار. الناس دي حضرتك ما بتشتغلش لصالح البلد. شوفوا هم بيشتغلوا تبع مين؟ مين اللي بيديهم الفلوس؟ مين اللي بيحركهم؟ مين اللي بيحركهم عشان يقلبوا مصر؟ مين اللي بيحركهم عشان يجدوا سببيه لغزو مصر ودمار شعب مصر؟ الناس دي قله. وشوف حضرتك عملوا ايه في اهل العباسيه. دمروا وقتلوا 9 من الشباب وضربوا بالنار. هل الاسلام بيقول كده حضرتك؟ هل الاسلام بيقول ان انا اقتل اخويا المسلم؟ هل الاسلام بيحرض على القتل؟ للاسف الشديد الشعب مغيب، وللاسف الشديد الاعلام هو السبب الرئيسي. الاعلام المصري هو السبب الرئيسي. لابد ان تغلق قناه الجزيره، لابد ان يعاد صياغه الخطاب الاعلامي في القوه، ولابد من الجيش يضرب بايد من حديد، لان احنا هنضيع. الشعب المصري هيضيع والامه الاسلاميه هتضيع، لان لو وقعت مصر العالم الاسلامي كله في ضياع. ان شاء ربنا يحفظ مصر. المهندس محمود شوشة استشاري مسجد النور، واللي هو اللي بنى المسجد، واللي هو مع الشيخ حافظ سلامه من 35 سنه.